الفدائي يعيد الصدارة للأهلي وإمام على قمة الهدافين. أهلا بكم في فيديو جديد مع أحمد بتاع كورة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك. في الفيديو ده احنا هنتكلم عن المباراة بين الأهلي والمصري. بس بصراحة بقى قبل ما ندخل في أحداث المباراة لازم نسقف لعماد النحاس، وده طبعا لأنه في 3 مباريات مدخلك 12 هدف. يعني هو كده قدر يرجع لنا الشكل الهجومي اللي كنا مفتقدينه في الفترة الأخيرة أيام كولر. ممكن في مشاكل في الدفاع بس ده هيتصلح إن شاء الله مع الوقت. كمان ما نقدرش نغفل عن وسام في اخر 3 مباريات قدر يحقق 4 مساهمات تهديفية، منهم 3 اهداف واسيست، وواحدة واحدة هيرجع ليك الفدائي الهداف. وكمان برضو زي ما اتكلمنا عن وسام ما نقدرش ننكر برضو اللي عمل امام عاشور. طبعا كلنا لاحظنا امام في المباراة اللي قبل كده كان متأثر جدا، وده كان عشان ما قدرش يشارك في ال5 اهداف اللي جابهم النادي الاهلي. لكن النهاردة الوضع كان مختلف، وقدر امام يجيب هدفين للاهلي وبقى في صدارة هداف الدوري ب10 اهداف. تعالوا بقى بينا ندخل في احداث المباراة، مش عايزين نضيع وقت. المباراة بدأت وكانت الكرة مع الاهلي، وفي الدقيقة 6 يفاجئ صلاح محسن الاهلاوية ويسجل الهدف الاول، الهدف اللي برجل خطة عماد النحاس في اول المباراة. لكن برضه لعيبة الاهلي ما يقسوش واستمروا في الضغط على فريق المصري لغاية ما جابوا الهدف الاول، واللي جاب الهدف امام عاشور. بعد كده في الدقيقة 45 وسام ابو علي جاب جول من رأسية كانت جميلة بصراحة، ولكن للأسف اتلغى بسبب كان فيه فاول قبل لعبة الهدف، وده كشفها الفار. وبعد ما الهدف اتلغى ب3 دقايق في الوقت البدل ضائع من الشوط الاول جاب طاهر الهدف الثاني، وبقى الاهلي خارج من الشوط الاول 2-1. يعني الشوط الاول انتهى باستحواذ الاهلي على المباراة بنسبة 67%. وبدأ الشوط الثاني، وفي الدقيقة 58 من الشوط الثاني جاب الفدائي وسام ابو علي الهدف الثالث بفاول عالمي. قول لي رأيك في الهدف دوت، هدف على طريقة ميسي وكريستيانو. وفضل الاهلي ضاغط في المباراة على فريق المصري، وكان بيحاول يلعب هجمات مرتدة على فريق المصري ويستغل المساحات لغاية ما لعبة راحت لإمام، وبمهارة فردية قدر إمام ياخد ضربة جزاء وسجل الجون الرابع للأهلي. وبعدها بدقيقة اتفاجئنا بهدف فخر الدين بن يوسف لاعب المصري، هدف اصلا انا ملحقتش اشوفه في البث الرئيسي، يعني انا شفته في الاعادة. خطأ دفاعي كان كارثي في الهدف دوت، وكمان يتحمل مسؤوليته الشناوي وقلبين الدفاع. ده طلع خد الكورة براسه ودخلها في الزاوية البعيدة، والشناوي ما شاء الله عليه كان بيتفرج على الكورة وصور الكورة صح. بس مش مشكلة، هدف ما أثرش على المباراة. بص، هي مباراة كان فيها إيجابيات كتير وكان فيها برضو بعض السلبيات اللي إن شاء الله